تنويه: هذا المقطع قد يتضمن على محتوى غير مناسب لبعض المشاهدين، ينصح بالمتابعة. يا هلا بكل متابعين ومشاهدين قناة وليد عمر للرعب. لو أول مرة بتشوفني أو أول مرة بتشوف القناة، أنا اسمي وليد وبنقدم محتوى رعب هيعجبك جدا. بس أتمنى منك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في القناة. النهاردة جبتلكم مقاطع من أخطر وأرعب المقاطع اللي هتشوفها في الفيديو بتاع النهاردة. مقاطع مرعبة جدا ومخيفة جدا. ياريت لو بتخاف ياريت ما تتفرجش على الفيديو بالليل، ولو بتحب الرعب البس السماعة وكمل معايا الفيديو لحد الآخر عشان لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك، تكتب لنا تعليقك على الفيديو. يلا نبدأ على بركة الله بأول مقطع. المقطع الأولاني لأم كانت بتحضر الرضعة لابنها وأكلته ونيمته، وراحت تغسل الإزازة بتاعت الرضع بتاعته ورجعت وقعدوا يتفرجوا على التلفزيون. وهم قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون راحوا في النوم، لكن مفيش 5 دقايق صحيوا على صوت الطفل بيعيط وكان جنبهم، واستغربوا جدا ان الطفل جه جنبهم ازاي. ولما الأم قامت تحضر الرضعة بنتها راحت تودي الطفل الأوضة بتاعته عشان تنيمه وسابته وخرجت. الأم وهي في المطبخ سمعت صوت صراخ الطفل وبيعيط بطريقة مرعبة جدا. ولما دخلت عليه الأوضة لقيت كائن غريب شكله مرعب جدا واقف قدام الطفل والطفل بيعيط. تعال نشوف الفيديو وياريت تسيب لنا رأيك في التعليقات. Satu hari dia tak nak tidur. Penat aku. Aduh. Allahuakbar. TV ni kau nak tengok I want to sleep with you. Betul adik kau dah tidur? Pintu bilik kau tutup buka. Adik kau keluar. Semudah ni. Kau kira dia masuk. Kau kira dia masuk. Aku buatkan dia susu. وزي ما شفنا في الفيديو ان الام لما دخلت المطبخ عشان تحضر الرضعة للطفل، وهي في المطبخ وبتغسل الازازة اللي بتحضر له فيها الرضعة، سمعت صوت عياط الطفل وطلعت تجري عليه. لقيت مخلوق غريب جدا واقف قدامه وباصص له بطريقة مرعبة جدا. ياريت تسيبولنا رأيكم في التعليقات. الفيديو اللي جاي لمجموعة شباب دخلوا مبنى مهجور وكل واحد فيهم معاه كاميرا وابتدى يصوروا المكان اللي هم فيه، ولكن وهم بيصوروا لاحظوا
ان في حد بيراقبهم وبيبص عليهم، ولما الكاميرا جت عليه ظهر وطلعوا كلهم في المكان اللي ظهر فيه الجن ده، ما لقيوش اي حاجة. تعال نشوف الفيديو. No manches. Ah, cabrón, aquí me cayó. Pero me aventaron acá. Afuera. Hola. Aquí lo aventaron aquí delante, pero no sé si lo grabé. Sí, acá. Ah, cabrón. Apagaron. Hola. ¿Lo aventaron ahí enfrente? Sí, ahí enfrente, me lo aventaron ahí. No manches. ¿Y tú estabas a un ladito de mí? Yo digo que tú sí lo tomaste, Rafa. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? No mames. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! ¿Qué es eso? Algo se vio. ¿Sí vieron? Está arriba. Los negros, ¿no? ¿Sí lo vieron? Se vio aquí, se vio ahí. Ahí se vio el bulto. وزي ما شفنا في الفيديو ان الاشخاص لما طلعوا المكان اللي ظهر فيه الجن وقعدوا يدوروا ويصوروا بالكاميرات ما لقيوش اي حاجة. يا ريت تسيبوا لنا رأيكم في التعليقات. الفيديو اللي جاي لشاب كان معاه دمية معمول عليها سحر اسود، وراح مكان مهجور عشان يشوف الدمية دي او العروسة اللعبة دي بتاعت مين. تواصلوا مع الساحرة صاحبة اللعبة دي، ولما راحوا المكان ووقفوا وسابوا اللعبة مكانها وكان معاهم الجهاز اللي بيتواصلوا بيه مع الجن، وابتدوا يندهوا عليها وكانوا سامعين صوت صراخ في الجهاز، وفجأة وهم واقفين ظهرت قدامهم وسابتهم ومشيت. لكن لما دوروا عليها ما لقيوهاش. يا ريت تسيب لنا رأيك في التعليقات بعد ما تشوف الفيديو، ويا ريت لو ما حطيتش لايك انزل حط لايك وارجع كمل الفيديو. يلا نشوف الفيديو. E a gente tá sentindo um negócio estranho com a 2, olha lá, ó. Quem tá aí? Tá frio, ó. Tem alguém no Namel, cara. Pode dar um sinal pra gente de onde você tá? Eita! Eita! Derrubou minha boneca! Tá frio, cara. Galera, derrubaram a Namel. Ainda bem que não foi do outro lado, cara. Você é doido, cara, se cair ali, ó. Não tem como pegar, você lá embaixo. Não, vou deixar ela aqui agora. زي ما شفنا في الفيديو ان الشخص لما دخل المكان المهجور وابتدى ان هو يتواصل مع الجن بالجهاز اللي معاه عشان يعرف اللعبة اللي معاه دي بتاعت مين، لان اللعبة عليها سحر اسود وخطيرة جدا، لدرجة ان هو سبع على السور عشان يتواصل مع الساحرة صاحبة اللعبة. ولما تواصل معاها ظهرت له في المكان. ياريت تسيبولنا رأيكم في التعليقات،
وبكده الفيديو بتاعنا خلص. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في القناة. واشوفكم في فيديو جديد. كان معكم وليد من قناة الرعب، واوعى تنسى تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سلام.